الدكتورة هبة قطب وصمت الرجالة كلهم بوصمة عار، وللأسف هي عممت، يعني هي مثلا ما قالتش بعض الرجالة أو جزء من الرجالة، لأ ده هي قالت الرجالة كلها. ليه كده؟ حرام، تاخدي ذنب، لأن في ناس كتير، في رجالة كتير محترمين، في رجالة كتير بيطفوا البهجة والسعادة في بيوتهم وسط ولادهم وأزواجهم وزوجاتهم. انتي ليه بتعممتي وقلتي الرجالة كلهم ما يبقاش دمهم خفيف الا في الحرام؟ ليه كده؟ انتي مالك كده واخدة عداوة كده مع الرجالة؟ خليكي محايدة، ما يبقاش كله. يعني انتي مثلا لو انتي ليكي تجربة شخصية او كده فمتعقدة، فما تعمميش على الرجالة كلها، حرام. وبعدين مش انتي اللي طلعتي قبل كده وكنتي بتتكلمي كلام ملوش لازمة وكلام فاضح كده وبدون خشة ولا حياة وبتتكلمي في أدق الخصوصيات على الشاشات قدام الأطفال وقدام البنات فانتي دلوقتي طالعة تقولي إن الرجالة تبقى دمها خفيف في الحرام؟ يا شيخ حرام عليك انتي، حرام عليك انتي. ليه بتعممي؟ ليه؟ يعني احنا مثلا لما حد يتكلم مثلا يقول مثلا حاجة مثلا وحشة على السيدات كلها، فاحنا بنزعل لما واحدة تعمم او واحد يعمم ان الستات كلها مثلا كذا. لا، لان في كده وفي كده، كل مجتمع فيه الحلو وفيه الوحش، فيه الخير وفيه الشر. احنا ما قلناش كله وحش وما قلناش كله حلو. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللي عايز بقى يفجر اه يفجر، واللي عايز يتقي الله بيتقي الله، وكله هيتحاسب، كله هيجي يوم قيامة ويتحاسب. فانتي بقى ما تعمميش، قولي بعض الرجالة، نص الرجالة، آه نسبة كبيرة مثلا من الرجالة، اهو انتي برضو استثنيتي جزء فيه الخير. بالله عليكم ما تسودوش الدنيا كده في وشنا، وما تقولوش ان كل السيدات وحشين او كل الرجاله وحشين. لا، في سيدات وحشين وفي سيدات كويسين، في رجاله كويسين وفي رجاله وحشين، في ناس ما بتتقيش الله وفي ناس بتتقي الله. فبلاش تظلموا وبلاش تعمموا، اتكلموا بحياديه في اي حد. السلام عليكم ورحمه الله.